السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. أهلا بحبايب قلب المتابعين. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى أكلة بنحبها كلنا في الشتاء، بتدفينا في اليومين البرد دول. يلا بينا نشوف هنعمل الأكلة بتاعتنا ديت ازاي. معايا بقى شوية عدس كده جبتهم في الحلة بقى، اغسلهم غسيل كده حلو بقى كده، اروق عليهم في الغسيل. زي ما انتوا شايفين العدس بتاعنا بيطلع رغوة بيضة كده، افضل اغسل فيه لحد ما المية بتاعته تروق خالص وينضف معانا. اغسله غسيل بقى يعجبكم كده، افضل اغسل فيه كده لما المية بتاعتنا شوفوا كل ما بغسل فيه بيطلع مية زي ما انتوا شايفين كده. اغسله بقى غسيل حلو كده لما لما المية بتاعتنا كلها المية تروق عليه كده وتبقى بيضة وحلوة وينضف معانا. اروق عليه بقى في الغسيل كده زي ما انتوا شايفين. العدس دوت بقى ان اليومين دول بقى شتا وبرد، البرد جه علينا كده فجأة كده. كان الجو حلو وصيفي وكان جميل، قام قالب مرة واحدة برد ما اقولكوش بقى، صعب قوي زي ما انتوا شايفين. فقلنا بقى عايز اكلة بقى تدفينا، فقلنا نعمل حلة عدس تمام كده، شوربة عدس. زي ما انتوا شايفين بقى الغدس بتاعنا احنا غسلته ونضف، حطيت عليه مية بقى وجهزت له بقى البصل وبقى التوابل بتاعته اللي هحطها عليه. عملت بقى شوية بصل صغيرين كده بقى عندي، غسلتهم حلو بقطعهم كده، وطماطم عشان اعمل كله بقى ني في ني عشان ما اقليش، عشان هو العدس عامه كده كده هو بيبقى حامي. فانا قلت انا بحب اعمله على طول، طول عمري بعمله ني في ني كده، ما بقللوش ولا كلام من ده. احط طماطم كلها مع العدس تستوي مع البصل وتوم، مقشره توم برضو واحطه بحاله كده زي ما هو التوم، واجيب جزرتين وبس كده، واعلق عليه يستوي. وبعد ما يستوي بقى هنشوف مع بعض هنعمل فيه زي ما انتوا شايفين. انا قطعت الطماطم بتاعتنا كلها كده والبصل. احط بقى مفعدش فاضل الا التوم. التوم هو اللي في الطبق هو اللي فاضل كده احط بقى، غسلت جزرتين كده وقشرتهم. امسكهم بقى اقسمهم كده 4 حتت كده، اقوم ماسكهم بقى كده. العدس بتاعنا جاهز، احطه على النار يستوي، اعلق عليه بقى كده. انا علقت على العدس بتاعنا اهوت، وبشوف استوى ولا مستواشي. بس يستوي سبته بقى لما برد شويه وهدى، وجبت بقى الخلاط بتاعنا والحله والمصفى عشان اضرب واحط في المصفى بتاعتنا اصفيه كويس. اجيب بقى بالكبشه بتاعتنا كده وعبي في الخلاط، وعبي يجي نص الخلاط كده او اقل من نصه شويه، واضربه ضربه في الخلاط واصفي في المصفى. زي ما انتم شايفين هو مش سخن قوي، انا سبته لما هدى شويه، ما شلتوش من على النار، حطيته على طول عشان اخلطه كده وفي نفس الوقت عشان اعرف لما اجي اصفيه ما يبقاش سخن قوي. كده بقى لما حطيت الطماطم يا حبايب قلبي مع العدس وهو بيستوي، لا ده احتجت بقى تتقلي ولا تعملي بقى عشان التقلية بتبقى حامية وبتتعب المعدة وكده. كده بقى اسهل طريقة واحسن طريقة، وبقى عدس جميل جدا، جربوه هتعجبكم والله. كانوا حبة عدس كان تحفة بصراحة، بسم الله ما شاء الله كان طعمهم جميل. زي ما انتوا شايفين هو لونه بقى تحفة اهوت، الطماطم بتاعته مظبوطة والبصل وكله استوى مع بعضه.
احط بقى ايه الكمية اللي فاضلة كلها افضيها كلها مرة واحدة في الخلاط. عفوا. وامسك ايه بقى اصفي العدس بتاعنا، وهوريكم بقى هنعمل ايه بعد كده. كده انا ضربت اخر حبة بقى ضربتهم اهوت. جبت معلقة بقى ايه واصفي بقى العدس بتاعنا كده زي ما انتم شايفين. امسك بقى العدس كله بقى اصفيه كده زي ما انتم شايفين. تقيل ازاي العدس تقيل، انا بعد ما اخلص تصفيه هزوده ميه، مش هسيبه تقيل كده. احنا مش هنعمله بصارة، ده دوت ايه عدس شرب. هنصفيه كله بقى زي ما انتم شايفين كده، وهوريكم بقى ايه الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه فيه. كده العدس بتاعنا كله صفيته اهوت، وبزوده بقى مية حلوة كده من الفلتر، مية نظيفة. وهشوف بقى ايه نحط بقى ايه البهارات بتاعتنا. احط له بهاراته، وبعد ما احط البهارات اغطي عليها على ما يغلى، اكون انا جهزت ايه بقية الحاجة بتاعته. دلوقتي بقى حطيت معلقة كمون حلوة، واحط بقى ايه كزبرة، واحط فلفل، ودي معلقة بصل بودر على توم بودر برضو زودته يعني، برضو كمان توم وبصل، وده فلفل اسمر، وديت ايه كزبرة، ورجعت برضو زودته كمان ايه معلقة فلفل اسمر عشان الحلة كبيرة. اجيب بقى ايه الملح بتاعه، احط له ايه معلقة الملح حلوين كده. كده بقى ايه العدس بتاعنا جاهز. حطيته بقى غطيته على ما يغلى. اكون انا جبت بقى ايه الشعرية بتاعتنا واحمرها على ما العدس ايه يغلى عشان اسقط الشعرية فيه. انا بصفي ازازة الزيت على ما اجيب الازازة التانية احط كمان شوية. وكده الشعرية بتاعتنا بقى ايه اتعلقت على تحمر. وانا ولعت برضو البوتاجاز جنب مني عشان ايه عيالي بيحبوا انا عاملة رز بشعرية، وعيالي برضو بيحبوا التسقية بتاعت العدس ديت. احمر العيش، امسكه احمره معايا العيش ومسكنا قطعناه اهوت، ومعايا الزيت على النار اهوت سبته يسخن عشان احمر فيه ايه العيش بتاعنا، عشان يبقى ايه يبقى جاهز على ما اخلص حاجة العدس يكون العيش احمر. العيش احمر العيش بقى، مش هحطه كله مرة واحدة، اعمله بقى على مرتين تلاتة عشان ايه اخلي العيش مقرمش كده وهو احمر زي ما انتوا شايفين. همسكه بقى احمره كده ايه، احط شوية بشوية علشان ايه يحمر معانا. الشعرية بتاعتنا ابتدت تاخد لون اهيت. على فكرة لو حمرت الشعرية غمقتيها شوية كده كده الشعرية بتبيض لما بتحطيها في شوربة او لسان عصور بيفتح معاكي، فمش لازم أن تحطيها دهبي زي الرز كده لانها تفتح او تبقى شكلها مش حلو. فلازم أن تاخد ايه لون داكن شوية عشان لما تفتح تبقى ايه شكلها حلو، متبقاش بيضة مبيضة خالص كده. فعشان كده انا هتشوفوها معايا دلوقتي إيه ان انا تقولي مغمقة الشعرية او لا، هي ما هيش غامقة. ساعة ما بتتحط في الشوربة كتير او في حاجة تلاقيها فتحت، غير اختلاف الرز خالص. الرز بيحب الشعرية تبقى لونها دهبي، انما الشوربة بتحب تغمقي لها الحاجة شوية عشان ما تفتح
تاخد لونها الطبيعي، ما تبقاش ايه بهتانة تفتح زيادة عن اللزوم تقوم بهتانة معاكي. والرز انا خلصت التحمير العيش، والوقت انا بحمر الشعرية زي ما انتوا شايفين اهيت. هي كده خلاص قربت تحمر، بس انا ايه بديها كمان عشان ما تفتحش ايه في الشوربة، تبقى باينة الشعرية ان هي بيضة كده. زي ما انا قلت لكم يعني لازم اللون بتاعها يبقى ايه غامق شوية، علشان ايه بتبيض في الشوربة ما تبقاش لونها فاتح. كده العدس بتاعنا قرب هيغلى اهوت. اسقط فيه الشعرية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. اسقطها بقى عشان سخنة، بالراحة واحدة واحدة كده ايه عشان النار يكفينا ويكفيكوا شرها يا رب. تبقى صعبة لو حطيت الحاجة كلها حطيتها مرة واحدة سخنة على سخن، تبقى صعبة. انا بقيت احط شوية بشوية لحد ما ايه خلصت الايه، على ما النار هدت شوية والشعرية بتاعتنا هدت شوية من على النار. امسك بقى العدس بتاعنا كده اقلبه كويس عشان الشعرية ما تقرش في الارضية على بعضها. لازم انت تقلبي كده عشان تتفكك وتبقى ايه في الشوربة بتاعتنا. جبت بقى ايه ازازة الزيت، واحط بقى شوية زيت تانيين عشان احمر التوم بتاعنا جنب مني. احمر بقى التومة عشان اما العدس يغلي اقوم طشه التومة بقى تدي معاكي بقى ايه ما اقولكيش بقى ريحة ايه بقى. الريحة كانت مفكفكة ايه يا سلام، حبة عدس كانوا عسل. زي ما انتوا شايفين كده حاجة بسم الله ما شاء الله، كان طعمهم تحفة والله. هيعجبكم ان شاء الله انا عملتوها بالطريقة ديت. هنشوف بقى العدس بتاعنا اهوت غلى خالص اهوت، بمعنى اصح ايه يعني سهيت عنه كان فخر. حتى وقع منه شوية على البوتاجاز اهوت، بس هخلص العدس وهنزله. همسح البوتاجاز بتاعنا زي ما انتوا شايفين ايه. شوفوا بسم الله ما شاء الله تقولي ده انت مقلية ايه في العدس ولا كلمة. بسم الله ما شاء الله يعني حاجة تحفة كده. قلب بقى فيه كده عشان ايه الشعرية بتاعتنا ما تلزقش في الارضية، على ما التومة بتاعتنا ايه تاخد اللون بتاعها الحلو ده. ونطشها بقى ايه على العدس بتاعنا. وكده بقى تطش التومة كده. العدس بتاعنا بقى مية مية. شوفوا الشعرية بتاعتنا عايمة ازاي على وش العدس، بتغلي بتفرق ايه. كانت الاول كانت ايه راقدة في الارضية، فتقلبي بقى كده ايه قعمت على وش كده بقى طشينا التومة بتاعتنا على العدس. والعدس كده بتاعنا ايه كده بقى جاهز بقى مية مية، مبقاش محتاج حاجة. واحنا غرفنا بقى الايه مجهزة العيش بتاعنا في الاطباق، ونحط عليه بقى العدس. وبالهنا والشفا بقى ايه للي ياكل. ادوق العدس بقى لقيت ملحه مظبوط، بس كان عايز بقى شوية شطة. حطيت له بقى معلقة شطة ايه خليته موجوج كده. كانوا حبة عدس بقول لكم كان بسم الله ما شاء الله. قعدنا بقى ايه ناكل فيهم يومين. حلة عدس ايه في الشتا بقى والدنيا عمالة تشتي، ما اقولكوش بقى كل ما نسقع اقول لهم هاتوا ايه طبسية شوربة يا ولاد. حبة عدس كده بالصلاة على النبي يعني ما اقولكوش. لقيته برضو عادي بشوية، حطيت له شوية ملح وكده. الملح بتاعه مظبوط والشطشطة بتاعته مظبوطة. وايه وبالهنا والشفا بقى ايه للي ياكل. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. كده العدس بتاعنا بقى مظبوط. يلا بينا ايه بقى ايه نغرف الاكل بقى بتاعنا.
وانا طفيت الغاز بقى على العدس اهوت، وكده انا غرفت الاكل بتاعنا زي ما انتوا شايفين. حاجه كده بسم الله ما شاء الله تبارك الله، كان طعمه تحفه. جربوه وما تنسوش بقى يا حبايب قلب تدوسوا لايك. والسلام.